حاجات مستفزه على السوشيال ميديا الجزء الثاني، فيديوهات العائليه. اظن ان ترند الفيديوهات دي خلص من ايام احمد حسن وزينب، بس سبحان الله لحد دلوقتي تخش على ترند على اليوتيوب تلاقيهم لسه موجودين. مش عارف بقى مين نقل عفشه، ومش عارف مين بيحضر لفرحه، مش عارف مين خلف، عد يابا بقى الاف بتتفرج. يا عم انا مش بحقد، مش قوي، بس فهموني ازاي بيطلعوا ترند، يعني ازاي، ايه الطريقه اللي هم بيخلوهم يفضلوا على الترند. ثانيا يعني مع احترامي لاي حد بيتفرج على اي نوع محتوى، انت حر تتفرج على اللي انت عايزه، بس انا عايز افهم مين اللي بيقعد ساعه ساعتين يتفرج على حد بيختار عفشه او بينقل حاجه، او مين. يعني انا لما انزل اشتري هدوم مثلا، انا ببقى عارف محل معين بروح اجيب منه وارجع، ما بحبش اقعد الف واروح اشوف هنا واروح اشوف هنا، هو حاجه واحده. الا بقى لو انا نازل بمزاج كده حابب بقى ايه اتفسح شويه، ان انت بقى تقعد ساعتين ثلاثه تتفرج على حد بينقل عفش مش عارف فين يعني ازاي بتعملوها ازاي؟ في الاول وفي الاخر ده رايي، عجبك تمام، مش عجبك خلاص عادي ممكن تسكرول الفيديو، وفي الاول وفي الاخر برضه ده رايك، انت تتفرج على اللي انت عايزه، انت حر، محدش منعك. لو بتعجبك نوعيه الفيديوهات دي اكتب لي في الكومنتس انها بتعجبك، وعادي تقبل الراي مفيش مشكله. ولو في نوعيه فيديوهات تانيه مستفزه بشوفها على السوشيال ميديا فاكتب لي في الكومنتس عشان رايك يهمني جدا.